البوليان literals في السي شارب only two values. البوليان literals في السي شارب بيقول لك only two values are allowed for boolean literals. يعني كمثال أنا عندي يا إما كلمة true أو false، دول هما اللي بياخدوا represent بتوع البوليان. There are only two logic values that boolean values can have. يا إما بيقول لك إن هو يا إما ياخد true أو false. ده القيمة الابتدائية اللي هي ممكن تاخدها. فأنت ممكن كإكزامبل تقول له بوليان بي بتساوي بي 1 بتساوي true أو بي 2 بتساوي false. لو أنت قلت له 0 أو 1 هيطلع لك error. نوت كنوت ليك لازم تاخد بالك منها. The assigned true أو and false value should be the lower case only, otherwise you will get compile time error. بمعنى أنا كلمة كلمة true اللي أنا بعمل assign بيها أو كلمة false لازم تبدأ بسمول letter أو small t أو small f اللي هو احنا عندنا في البرمجة بنسميها lower case. لو ما عملتش كده وعملتها ابر كيس فالحالة دي هيبقى ايه؟ هيبقى اسمها هيديك compile time error. the following is not allowed. يعني انت هنا بالنسبة لك ده هيديك error وده هيديك error ودي هتديك error ودي هتديك error. كاكزامبل لينا عندنا بوليان 1 بي بتساوي true، بوليان 2 بي 2 بتساوي false. لو انا جيت عملت له رايت لاين هيطلع لي كلمة true للبي 1 ورايت لاين للبي 2 هيطلع لي كلمة فولس. نبص عليها في الفيجوال ستوديو. ادي كفيجوال ستوديو عندنا ادي البوليان بي 1 كلمة ترو ماشية او كلمة فولس. لو جيت تعمل رايت لاين ليهم بسهولة هيقوم عامل ايه؟ ادي يا سيدي كلمة ترو كبي البي 2 1 او بي 2 2 مديالي فولس.